السلام عليكم، واش راكم، واش اخباركم؟ ان شاء الله تكون صحتكم النفسيه والجسديه بخير. فيديو اليوم راح نحكوا على الحجاب. كامل نعرفوا الحجاب هو عباره عن لباس ولا قماش وستره للبنات، بصح ارواح نشوفوا الحجاب من زاويه خلاف، من منظور ثاني، ونفهموا موقف الحجاب والرساله من وراء الحجاب. قبل ما نبداو، اذا عجبكم المحتوى تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب. اللهم ادخلنا مدخل الصدق واخرجنا مخرج الصدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. باش ما نروحوش بعيد ندو امثله من الواقع. شفتي البائع كي يحب يعرض السلعه تاعو، يزينها ويحاول يعرضها بطريقه مغريه باش تتباع له. انتي كي تخرجي متزينه بكل زينتك وانوثتك، كشغل كي تعرضي في روحك كسلعه باطل، يعني حتى مش مدفوع ولا جنيه، يعني كما يقولوا اخواتنا المصريين. يشوفك اللي يسوى وما يسواش، يطمع فيك اكيد اللي ما يسواش. باطل بدون ولا اي جهد منهم، وهما شبعوا البصر تاعهم بيك باطل. يعني الحجاب راه رفض للاستهلاك، رفض انك تكوني سلعه. الحجاب راح يخليك أنثى كقيمة مش كشكل، تشوفك كإنسان كعقل كقيمة، ما يشوفوكش بالشكل تاعك. بصح كي تكوني متزينة وبالكل الزينة تاعك، الناس راح تنسى القيمة تاعك وعقلك وشكلك كإنسان، ويبدأوا يركزوا في حاجات ما لازمش يركزوا فيها. وسبحان الله في الشرق الأوسط يجي واحد يتقدم، زعما كل كان واحد يجي يتقدم لطفلة ولا يقولها شريك من أهلك، معناتها حابك في الحلال، كشغل سلعة بصح شاريها في الحلال. فهمتوا؟ يعني السلعة شاريها، ماشي سلعة معروضة باطل. فهمتوا؟ وإن شاء الله تكون يعني وصلت المعنى أنه الحجاب راه رفض للاستهلاك. حجاب راه يبينك كقيمة، يبينك كإنسانة، بعيدا عن شكلك ومفاتنك. قال الله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ربي عارف 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 بلي كاين ناس مريضة قلبيا، ناس عندها مرض في قلوبهم. فهمتوا؟ فيطمع فيك، فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني تحجبتي ولا لا كاينين ناس متحرشين بيك متحرشين بيك. الحجاب وش يدير؟ الحجاب راه حماية ليك قبل ما يكون سترة. معناها الحجاب ما يمنعش تحرش هذاك 100%، لخاطر ربي عارف بلي كاين ناس مرض سواء تحجبتي ولا ما تحجبتيش. بصح الحجاب انك تحمي روحك على قد ما تقدري، وهما ربي حاسبهم على عدم غض البصر. ما كاش لي تقول لي بلي التحرش تاع واحده متحجبه حجاب كامل صحيح نفسه تحرش تاع واحده متبرجه، عمره ولا نفس الشيء. بصح باش تكوني متبرجه وتقولي راهم يتحرشوا بيا، اكيد يتحرشوا بيك، راكي خليتي نفسك فرصه سهله وضحيه سهله للناس اللي في قلبها مرض. والحجاب صحيح راه عنده شروط، معناتها مش دايرت لي نص حجاب وتقولي لي بلي راهم يتحرشوا بيا ويأذوني بالهضره. راح نشوفوا وش هما شروط الحجاب. أولا يكون ساتر لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين، لا يصف ولا يشف. لا يصف معناتها ما يوصفش المفاتن تاعك، يعني ما تكونش لبسه مزيره. فهمتوا؟ ولا يشف ماشي لابسه حاجه ترونسبارو تقولي لي تحرجوا بيا، لازم ما يشفش. ويكون غير متبوع بزينه، ماشي دايره فول ميك اب ومتعطره بعطور. فهمتوا؟ اكيد تعطي فرصه لهذوك الناس المريضه. مام تكوني متحجبه نص حجاب، يعني نقصتي بوحده من شروط الحجاب. فالحجاب هنايا راه نحمو في رواحنا على قد ما نقدروا، نحمو ماشي نعزلوا في رواحنا، نحمو في رواحنا على قد ما نقدروا، ونرفضوا الاستهلاك ويشرونا الناس اللي صح يستاهلونا، ماشي سلعه باطل. وكان تقول لي انا متزينه باش نجذب راجل غني وكي نتزوج نتوب. شكون قالك باللي راح تعيشي ذاك النهار وتوبي؟ وش ضمنك في حياتك؟ يعني انتي عارفه وقت راح تموتي؟ ماكش عارفه. علاه راكي تتعاملي في روحك على ذا الاساس؟ راها غلطه كبيره يا البنات. عمرك ولا تضمني عمرك، خاطر بزاف ناس راه ماتوا كانوا دايرين احلام وعندهم خطط للمستقبل، ايا وخلاص تعمارهم. هذيك ربي دا امانته. وش راح تقولي ربي سبحانه؟ كنت نستنى باش نتوب وما تبتيش. وزيد باش نقول لك الراجل تاع الصح راه ما يديش وحده متبرجه. يعني الا تحوسي الراجل تاع الصح راه ما يديش وحده متبرجه، يعني راك تضيعي في وقتك وحسناتك واخرتك. اصلا كان تزوجي وانتي متبرجه مستحيل يكون راجل 100%، خاطر الراجل تاع الصح يغير. ونظن باللي الديوث ما عندك ما ديري بيه، الديوث يبيعك نورمال. اصلا كان واحد يتزوج بوحده متبرجه ويخلي الناس تشوف واش هو يشوف، اكيد يعني ديوث
شغل راه بايع مرتو صاي. وكاين من البنات اللي تقول انا متبرجه ونزين في روحي لنفسي ماني نزين لحتى واحد. حبيت نقول لك باللي رانا كامل نساء ونحبوا نتزينوا ونحبوا نبينوا الانوثه تاعنا، ما راكيش خير من البنات المتحجبات، كامل عندنا مفاتن وكامل عندنا شعر. وبالصح البنات المتحجبات خيروا الحجاب الصحيح، خيروا يبينوا الانوثه تاعهم قدام الناس اللي تحبهم والناس اللي عمرهم ما راح يشوفوا فيهم بقلب مريض ولا يطمعوا فيهم بقلب مريض. وما اختاروش الدنيا خاطر عارفين باللي الدنيا فانيه، شعرك راح يروح، جسمك راح ياكلوا الدود، وملامحك راح تندثر، ملامح تاعك راح تختفي تحت التراب. يعني وش بقالك؟ تبقى برك اعمالك ودار الخلود يا جنة يا نار وانتي خيري. وكاين اللي تبان له بلي ممكن ايمان تاع وحده متبرجه خير من ايمان تاع وحده متحجبه. مثلا وحده متبرجه تقولي انا متربيه ومتاصله بسنين ضوئيه على وحده متحجبه. حبيت نقول لك صح هدرتك كاينه منها، بصح كاين حديث يتوعد المتبرجه بالنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. إلا تحبي ربي سبحانه وتطيعيه ومتربية ومتأصلة تبين لي حديث كما هذا راح يغير لك النظرة تاعك، خليك توبي وتتحجبي. معناها الحجاب راه مش يسترك برك في الدنيا، يسترك في الآخرة ويحميك حتى ويسترك حتى من النار. وقادرة تقولي لي ثان كاينين متحجبات ودايرين فضائح وشر ودايرين امور يعني ما تقدريش حتى تحكي فيها، صح كاينه منها، بصح حبيت نقول لك تي وش دخلك، انتي راح تتحاسبي وحدك. ربي نهار يقول لك على ما تحجبتيش عطيتك نعم وعطيتك باش تشري حجاب ورزقتك بكلش وما تحجبتيش، على ما تحجبتيش تقولي له ربي كنت كاين بنات متحجبات ودايرين الشر. البنات خافوا ربي، انتي راح تتحاسبي وحدك كيما هما راح يتحاسبوا وحدهم، انتي ما راكي راح تتحاسبي في بلاصتهم وهما ما راح يتحاسبوا في بلاصتك. مشكلتنا الشعب الجزائري كي تجي تنصحوا في كاش حاجه مفيده وش يقولك بلي الناس راهي عاصيه ربي ولا بس عليها. افهموا بلي الدنيا هذه راهي دار اختبار ماشي دار جزاء، جزاء راه يا جنه يا نار. هذوك اللي راكم تشوفوهم هك وعايشين حياتهم ما هم صاري لهم والو، هذوك ربي يستدرج فيهم، هذوك يخافوا على نفسهم مليار مره من الناس المبليه، تكون مبلي وما تكونش مستدرج. فهمتوا؟ والدين راه ما يمثلوا حتى واحد، الدين راه منهج، ماشي تقولي لي فلانه دارت وفلانه عملت وفلانه مش متحجبه حجاب صحيح الى اخره. الدين راه منهج ما يمثلوا حتى واحد، يمثله الانبياء الصحابه زوجات النبي، الناس اللي مطبقاته على اكمل وجه، ماشي انسانه كيفها عاصيه تقولي لي دارت ودارت ودارت. الاسلام راه ما يمثلوهش الناس العاصيين، يمثلوه الناس اللي مطبقينه تاع الصح. نعطيك مثال، مثلا كي تكوني تقراي وتجيكم استاذه تاع لغه عربيه وهذيك الاستاذه ما تعرفش اصلا حاجه في اللغه العربيه، ما عرفتش كيفاش تقري، ما عرفتش كيفاش تفهم، ما فهمتكمش مليح، ما قراتكمش مليح، تحسيها ماهيش اصلا فاهمه في واش راهي تقري. مثلا انت كي تروحي تشكي للمدير واش تقولي الاستاذه راه فيها مشكل ما عرفتش تقري هذيك الماده، الاستاذه ماهيش عارفه تطبق الحوايج اللي لازم تطبقهم. فهمتي واش تقولي؟ المشكله في اللغه العربيه ولا المشكله في الاستاذه؟ اكيد المشكله راهي في الاستاذه. وهكذاك الدين عمره ولا كان فيه مشكله. الناس ما يمثلوش الدين يمثلوه الناس اللي مطبقينه على اكمل وجه كما الانبياء والرسل والصحابه، ما عندهاش علاقه بالناس العاصيه. وهذو هما الافكار اللي حبيت نشاركهم معاكم على الحجاب. حسيت روحي قاسيه شوي بصح صدقوني رانا بعاد بزاف على الدين، ان شاء الله تكون وصلت الفكره اللي صح بنوصلها، وانه الحجاب راه مش قماشه، راه حاجه تحمينا مش تعزلنا كيما راهم يروجوا. وهذا كان الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بجزء من الفائده. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.